فاز المصري وانهزم الأهلي، وإن شئت فقل فاز الأهلي وانهزم المصري، فكلاهما وجهان لعملة واحدة. الصيادي عن ندى نزلوا عدرب العين، حصاد بالمنجل بدا يحصل على حقيقة مما ألمني وأتعبني نفسيا ما حدث في مصر الشقيقة قبل يومين، ذلك الحادث المؤلم المفزع، أن يقتل أكثر من 70 شخصا بسبب كورة، بسبب تشجيع، بسبب أمور أخرى ربما لا تخفى على العاقل، والله مناظر مؤلمة ومحزنة أن نرى في هذه الدولة الشقيقة المسلمة أن نرى المسلم يقتل أخاه المسلم بسبب ماذا؟ تعصب، تشجيع نادي آخر. فعلا تألمت أيما تألم والله، أن يصل المرء إلى هذا الانحطاط من الفكر ومن العمل ومن الفعل ومن السلوك. الذي حدث في مصر وفي كثير من الدول العربية والإسلامية والله مؤلم. أن يصل المسلم بتفكيره إلى هذا القدر المنحط في الفعل وردود الأفعال، مصيبة. في الوقفة الأولى وهي قضية تعلق الناس بالرياضة وبالأحداث الرياضية، أصبحت شغلهم الشاغل. الصحافة، الإعلام، الجرائد، المجلات، القنوات الرياضية أصبحت كلها تضخ هذا الزخم الكبير والأثر العجيب جدا على الناس. تعلق الناس، ضياع الأوقات، أصبح قبل المباراة وبعد المباراة ساعات تضيع من أوقات الناس. لماذا؟ هل في طلب علم شرعي؟ نفع الأمة، نفع المجتمع، نفع الدولة، نفع النفس؟ أبدا، أمور تافهة، أمور لا قيمة لها، وانساق الناس خلفها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليت هذا الانفعال وهذا التفاعل في أمور المسلمين. إخواننا في سوريا يقتلون، وفي اليمن وفي أماكن كثيرة، والناس يقتلون بسبب ماذا؟ بسبب كورة. هل هذا يليق بالولاء والبراء؟ ركن من أركان الإيمان أن توالي المؤمنين وأن تعادي الكافرين. هذه قضية مسلمة لا بد منها. أصبح ولاء كثير من الناس ليس هذا، أصبح ولاء كثير من الناس في هذه الكورة، في النادي، في الفريق، في الشعار. طب لماذا؟ ذهب الولاء في الدين. من المؤسف لما نرى لاعب كافر يحمل على أعناق ويقبل جبينه. مصيبة هذه. مسلم تقبل جبينه؟ لا. أنا أتذكر موقف حدث للاعب مشهور يقبل قدم لاعب أجنبي كافر لأنه جاء بهدف. مسلم يقبل قدم لاعب كافر لأنه أتى بهدف؟ أين العزة؟ أين الخوف من الله؟ حقيقة تذكرت موقف هارون الرشيد لما تجرأ نقفور ملك الروم على أن يهدد هارون الرشيد وأرسل له رسالة تهديد، فمباشرة هارون الرشيد يقوم فيكتب على خلف الورقة: من هارون ملك المسلمين إلى نقفور كلب الروم. الجواب: ما تراه لا ما تسمعه. أيام قليلة ويأتي دليل. هذه العزة. العزة أن الإنسان ينحني ويقبل قدم كافر أو جبينه أو يحمل على أعناق؟ ما ينبغي. مؤسف أيضا لما يكون معلق آخر يأخذ في التعليق وفجأة وهو في قمة الحماس يصف لاعبا كافرا أنه معبود الجماهير. أي كلام هذا؟ أي استهزاء هذا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. الحب في الله والبغض في الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوثق عرى الإيمان إن المتحابين عند ربهم منابر من نور يغبطهم عليه الأنبياء والشهداء والصديقون. أصبح الآن عند الكثيرين الحب ليس في الله، الحب في الشعار، في النادي، في الفريق. أي هذا؟ ماذا نقول عن هذا الكلام؟ هل يمكن أن يكون هذا؟ لا، ما يمكن. أتذكر قصة أن شابا وهو في حمأة الانتشاب بانتصار فريقه يدهس طفلا ثم يموت الطفل، فيأتي أبو الطفل: انظروا، فيرى هذا السائق قد وضع شعار الفريق الذي يحبه والد الطفل، فما كان منه إلا أنه سامحه وعفى عنه لأنهما يشتركان في فريق واحد. في هذه الدرجة يكون عليك ابنك أن تسامحه؟ ربما لو كان في أمر آخر دفعت له الملايين ما وافق. حتى نعرف هذا التهور. أين الحب في الله؟ لا، الحب في النادي، الحب في الشعار، الحب في الكورة. لا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي. رجل يطلق زوجته، هو يشجع فريق وهي تشجع فريق آخر، فريقها ينتصر فتقوم تلعب عليه وتتندر عليه، فما يكون إلا أن يطلقها بالثلاث. سبحان الله. هل علم ذلك الفريق عنك وعن الذي فعلته؟ آخر أنفق مئات ربما عشرات الألوف ويذبح الخراف وكذا انتشاء أن فريقه فاز. أي سخرية هذه؟
رجل لا ينام الليل إما فرحا بانتصار الفريق وإما أسا وحزنا بهزيمة الفريق. هل هذه تليق بالمسلم؟ هل المسلم هذه هي همته؟ أن أجعل هذه الأحداث التافهة تؤثر على حياتي وعلى زوجتي وعلى بيتي وعلى مجتمعي بسبب هذه الرياضة وبالتشجيع هذا والتعصب، ووقوع في كفر، في ردة، في كبائر. يعني قضية سب الدين وسب الملة هذه منتشرة في المدرجات، وسب الله نعوذ بالله والعياذ بالله. انتشار السحر عندنا يقول لك ايش فلان سبب، يعني الفريق انتصر بسبب الدنبوشي. الدنبوشي ما هو السحر. هل يجوز؟ ما يجوز. الوقوع في الردة، الاستهزاء. تذكر أحد الفرق يلعب عن النهائي فينزل الجمهور بين الشوطين يصلون العشاء. ماذا فعل الجمهور؟ تقدم أحدهم يصلي بالناس، ثم في الركعة الرابعة من صلاة العشاء رفع يديه يقنت. لمن يقنت؟ للمجاهدين؟ للمسلمين؟ لا، اللهم انصر فريقنا واللي وراء يأمنون. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي استهزاء هذا، أي استهزاء. وفريق آخر ينتصر في مباراة الكاس وإذا بالجمهور كله يردد تكبيرات العيد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هل هذا مكانها؟ هل هذا يليق؟ ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه القضية، أن يترفع عن هذا، يعني هذه الأمور التي فعلا هي ترهات وأمور ينبغي أن لا تليق بالمسلم. خلو الطرقات من الناس ومن السيارات والمركبات، ليش؟ في مباراة التلفزيون. فأصبح الكثير من الطيبين يوقتوا خروجه للسوق كذا في وقت المباريات، الدنيا فاضية، يحدث الذي يحدث، الناس مشغولين. لماذا؟ الكورة. أذكر دخلت مرة صلاة الفجر وإذا المسجد ما شاء الله تبارك الله العدد غير المعروف غير المعهود، فلما صليت وانتهيت سألت، قال قلت ما شاء الله الناس يعني كثر، قال لا كانت في مباراة انتهت مع أذان الفجر فجاءوا يصلوا حتى ينام مرة واحدة. هذا عدد بخلاف الواقع الذي كنا نعهده في المسجد. يعني لا شك أنه جيد، لكن أن يكون السبب متابعة الكورة؟ لماذا يكون السبب أن نكون حريص على صلاة الفجر وصلاة الجماعة؟ أقول بكل أسف يا أخواني، أصبح شبابنا الآن إلا ما رحم ربي قدوته إما أن يكون لاعبا أو فنانا. فعلا من وراء هذا الأمر؟ يعني أقول سألت أحد الطلاب هل تحب أن تكون دكتور في الجامعة؟ قال لا. كم يأخذ الدكتور؟ لاعب 20,000 راتب ومقدم بالملايين، 10 مليون 15 مليون 20 مليون. هل بعد ذلك لأبنائنا هل لهم رغبة في الدراسة؟ هل لهم رغبة في أن يرفعوا من دينهم، من أمتهم، من بلادهم؟ أبدا. سوف يكون همه الوحيد أن يكون لاعب كرة أو أن يكون فنان معجبين خلفه وصوره في كل مكان. هؤلاء ينفعون الأمة؟ هل هؤلاء يقيمون ما انكسر من الأمة؟ والله مصيبة، والله مصيبة أن يصبح هذا الأمر هو القدوة عند أبنائنا، أن يكون كاللاعب الفلاني. أصبحت القدوات هابطة بكل أسف. البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء صهيون، اسمعوا ماذا يقول: سنقوم بإلهاء هؤلاء الشعوب بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومسليات الفراغ. سندعو الناس إلى الدخول في مباريات شتى في كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها، وهذه المتعة الجديدة ستلهي الشعوب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معهم. هذا الكلام قبل 100 سنة. عام 2004 و2005 عدد الاختراعات في العالم الإسلامي 112 اختراع. عدد الاختراعات في إسرائيل 1375 اختراع. دولة واحدة 1375 اختراع في سنة واحدة. الأمة الإسلامية 100 وكسر. أليس هذا مؤلم؟ هل سمعنا بأن دولة إسرائيل لها فريق في كأس العالم؟ لا. لكن بكل أسف أصبح الناس كلهم ينساقون الآن خلف الرياضة. دع الرياضة. هل الرياضة هدف؟ الرياضة وسيلة، أي هدف. انقلبت عندنا، أصبحت بكل أسف غاية. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يتجاوز عنا وأن يوقظ الناس من غفلاتهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم